السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أنا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم نصرا يتعجبون أهل السماوات والأرض. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض أحلى سلطة فواكه تقدروا تعملوها في الصيف، حلوة جدا وكمان سهلة وسريعة. عندي هنا المكونات اللي إحنا مع بعض، عندي تفاح وبرقوق وعندي مانجا متقطعة مكعبات وعندي تفاح متقطع مكعبات. كل الفاكهة اللي موجودة عندك قطعيها بالمكعبات وانزلي بيها كلها مرة واحدة. طبعا تقدري تستخدمي الفاكهة الموجودة عندك، مش لازم تتقيدي بالفاكهة اللي أنا نزلتها في الفيديو. أهم حاجة هنقطع كل الفاكهة دي بالسكينة، أو لو عندك القطاعة اللي هي بتطلع الفاكهة على شكل مكعبات هتبقى حلوة قوي. عندي هنا العنب أنا طبعا بقطفه وبعد كده بنزل بيه هو والمانجا على كل المكونات. قلبي كل المكونات دي كويس جدا لغاية ما تتجانس. وبعد كده عندي عصير من المانجا، يعني هي مانجا متقطعة بس أنا ضفت لها كمية قليلة جدا من المية علشان أخلطها بالخلاط أو بالهاند بلندر. طبعا هنبتدي ننزل الفاكهة في طبق التقديم. هنحط طبقة من عصير الفاكهة وطبقة من الفاكهة وطبقة تاني من العصير بتاع المانجا. تقدري تستخدمي أي عصير غير المانجا، بس هي المانجا بتبقى طعمها حلو جدا. بنعمل طبقة من الفاكهة، طبقة من عصير المانجا، طبقة من الفاكهة، وهكذا. بعد ما بنخلص كل المكونات دي ببتدي أساوي عصير المانجا. شايفين هو تقيل جدا، أنا يا دوب بس حطيت شوية مية قليلين خالص أضرب بيهم عصير المانجا. عندي هنا كريم شانتيه. تمام. هتبتدي تزيني والتزيين ده بتاعك انتي، ممكن تعملي الخطوة دي وممكن ما تعمليهاش. ممكن تحطي ايس كريم. التزيين ده حاجة ترجع لك انتي، بس انا هنا عملته بالكريم شانتيه وكان طعمه حلو جدا. بعد كده عملت زجزاج من النوتيلا، وده ادى طعم حلو جدا لسلطة الفواكه. طبعًا إحنا طبق السلطة ده أكيد برّه بناكله بمبلغ وقدره. أنتِ ممكن تروحي عند بتاع الفكاهاني تقولي له أنا عايزة ربع كيلو من كل نوع من الفاكهة، تقدري تعملي بيها أحلى سلطة فواكه بسعر أرخص بكتير من اللي أنتِ هتشتريه برّه. شايفة؟ وكمان هتقدري تعملي بيه كمية مش طبق واحد، يعني بتمن طبق واحد من برّه أنتِ تقدري تعملي أكتر من طبق في البيت. طبعًا شايفين هنا أنا باحط زجزاج من النوتيلا، تقدري تسيبيها كده أو ممكن تحطي أي حاجة تزيني بيها. طبعًا لو كنتِ وصلتِ بقى معانا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم نصرًا يتعجبون أهل السماوات والأرض. طبعًا ادخلي اتفرجي على بقية الفيديوهات هتستفادي بيها جدًا، كلها وصفات اقتصادية وحلوة جدًا. وما ننساش اللايك والكومنت الحلو بتاعكم. سلام عليكم.